كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا يا رب وعليكم. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. النهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو افكار للسحور، وكمان في كده فكرة يعني تنفع للسحور وتنفع للفطار. الافكار يعني عادي، احنا ايام كده بنحب نعمل فول وفلافل وبطاطس وحاجات من دي. فالفكرة من الفيديو ده ان انا حابة ان احنا نعمل حاجات في البيت نوفر افضل بكتير من ان احنا نشتريها من بره، وكمان انضف بكتير. يعني كيلو الفول دلوقتي ممكن ب40 ب45. انتي مش هتجيبي الكيس اللي احنا بنعمله كوجبة، مش هتجيبيه من بره من اقل من 10 جنيه. الفلافل برضو نفس الموضوع. كمان العيش ممكن نعمله في البيت وفي الطاسة على البوتاجاز لو انتي ما عندكيش فرن، وفي وقت قليل جدا جدا. لو انتي اتزنقتي مش قادرة تجيبي عيش من بره او مش هتعرفي تجيبي من بره، بشوية دقيق من عندك هتعملي احلى حاجة في البيت. اول حاجة بدأت فيها الفول، ان انا عشان مستعجلة عليه حطيت عليه مية مغلية وهسيبه ساعتين لحد ما الحباية معايا ترتفع زي ما انتوا شايفين كده، تنفش وتبقى معايا حجمها متضاعف. طبعا بنضف الاول الفول كده وبشيله من اي اتربه من اي حاجة وبغسله كتير جدا. الفول له طرق كتيرة قوي، انا بعمل دي طريقة من الطرق، في طرق كتير كنت عاملاها قبل كده على القناة. بحط كركم وبابريكا وبحط طماطمتين وليمون معصور، ولو انت حابة تحطي ليمون بالقشر تمام، بس انا ما كانش عندي. وبحط شوية عدس مغسولين تمام. هي دي الحاجات اللي انا بحطها عليه. لو ما عندكيش حلة ضغط تقدري تحطي في حلة عادية، وهتغطي وشها بورقة زبدة وفوق منها ورقة فويل، وتحكمي الغلق بتاعها كويس عشان خاطر ما يعملش معاكي اكسدة والفول بتاعك يسود من فوق. وكل شوية يعني كل ساعة مثلا، بعد اول نص ساعة هتسيبيه على النار عالية، بعد كده تهدي النار خالص، وبعد كده ترفعي الورقة كل ساعة وتحطي شوية مية مغليين بشوية لو هو محتاج. انا عشان حل الضغط هسيبه ساعة الا ربع على النار عشان انا بحبه مستوي تماما خالص. وبعد كده بسيبه بحطه بضربه بالهاند بلندر او بضربه في الخلاط، يعني يتضرب معايا ضربتين كده عشان بحبه ناعم، ما بحبش يكون فيه القشرة، لان القشرة شوية بتضايق يعني حتى لو مستوي معايا قوي تمام. وبعد كده بقى بسيبه يبرد وابدا ان انا اكيسه في اكياس، وبيطلع لي كميه حلوه قوي ما شاء الله. الكيلو ده ممكن يقعد معايا انا شهر او اكتر على حسب عدد الافراد الاسره بتاعتك، بس هيبقى اوفر بكتير من اننا نشتريه من بره، لان اقل شويه فول دلوقتي يعني ايه، اقل كيس بيديكي ب10 جنيه، وكمان ما بيكفيش معاكي وجبه. كمان بحب احط عليه التوابل والبهارات كلها، كل حاجه كده مره واحده عشان اطلعه على طول على الطاسه. حطيت كمون وكزبره وملح وفلفل وليمون معصور من اللي انا كنت مفرزاه في الفريزر، وكمان هحط مكعبين من الزبده، وممكن كمان لو عندك زيت قليه فيه حطي شويه زيت، بيبقى الطعم بتاعه فظيع زي الفول بتاع العربيات بره بالظبط. بعد كده بسيبه بقى يهدى وبكيسه في الاكياس وبشيله، بطلع الكيس ساعتين وبيفك معايا، ولو نسيت طلعته مجمد بحطه على النار عادي، بفضي الكيس على الطاسه وشويه ميه صغيرين، وبيبقى معايا فاكك على نار هاديه خالص، بيفك معايا بسرعه جدا. وكلي احسن فول من البيت. لو خدتي كيس من ده من بره ما اظنش ان هو هيدولك اقل من 10 او 12 جنيه. بعد كده تاني وصفة عندنا هو احلى عيش هنعمله. لو انتي ما عندكيش فرن ما تشيليش الهم، بعد كده هنعمل عيش في الطاسة وهيطلع جميل جدا، ولو بيت معاكي وقعد لتاني يوم كمان هتاكلي منه. عندنا هنا سكر وملح وخميرة وزيت ونص كيلو من الدقيق، طبعا الدقيق ده منخول كويس. بعد كده لو الخميرة عندك انتي مش مطمنة ان هي شغالة، هتبدأي تحطي معلقة سكر عليها معلقة الخميرة وتدوبيهم في شوية مية لحد ما تختمر معاكي وتبدأي تستخدميها. مطمنة ان هي تمام وشغالة وفريش، هتحطي السكر زي ما انا حطيت والخميرة والملح على بعض وتقلبيهم، وبعد كده تنزلي بالميه تبداي تدريجيا لحد ما تعجني. وبعد كده هتحطي معلقتين زيت او 3 معالق زيت وتعجني بيهم برضو لحد ما تلمي العجينه معاكي. الملمس بتاعها بيبقى ناعم مش بيبقى بيلزق، بتحطي كده وبتبقى طريه معاكي وحلوه. هتسيبيها تخمر على جنب، يعني هتاخد زي نص ساعه كده في مكان دافي. طبعا يفضل لو انت بقى مسخنه الفرن كده وحطاها فيها هتخمر معاكي بسرعه. بعد كده ببدا ان انا اقطعها وبسيبها يعني زي 5 دقايق كده بس لحد ما ترتفع معايا شويه، او بشتغل فيها على طول، ببدا من اول واحد قرصته. بعد كده بفردها معايا وبسيبها، يعني عشان العجينه بتبقى طريه شويه بفردها جنب بعضيها وبغطيها في فوطه وبسيبها زي 5 دقايق لحد ما ترتفع معايا عشان العيش معايا يقب على النار، لان انا هعمله في الطاسه تمام. بيبقى حلو جدا وطري، وممكن كمان تستخدميه تاني يوم في السحور عادي. الفكره دي حلوه قوي للسحور، حابه تعملي سحور كده مختلف، حابه تعملي فطار ويكون اكله كده خفيفه، وعامله عايزه تعملي عيش يكون سخن مش عايزه تشتري من تحت. فالفكره دي حلوه قوي، يعني النص كيلو ممكن يعمل معاكي 10 او 12 رغيف. حلو قوي مش وحش. يعني دلوقتي الرغيف سعره بره مش عارفه جنيه ونص او جنيه وربع حاجه زي كده. انا بقالي فتره مشتريتوش صراحه، بعمله في البيت. فكيلو الدقيق دلوقتي فيه عروض، فيه ب18 وفيه ب19، فانت ممكن الكيلو ده تعملي منه على 3 مرات على حسب برضو عدد افراد اسرتك. انا بتكلم على اسره عدد افرادها 4
تمام. العيش بيبقى حلو قوي، ممكن تعمليه صغير زي ما انت شايفه كده، ممكن تعمليه كبير، ممكن تطخنيه زي كده، ممكن تعمليه رقيق زي ما تحبي تعمليه اعمليه. بس هو طلع جميل جدا وطلع طري، ما طلعش ناشف، ودي اهم حاجه. والطاسه متحمر، بس اهم حاجه هنهدي النار، مش هنخليها عالي قوي عشان يبدا العيش معايا يرفع واحده واحده وكمان يستوي. بجد جربوه هيعجبكم جدا، وطعمه طلع حلو قوي قوي. انا ما كنتش متوقعه صراحه ان عيش الطاسه يطلع جميل، انا متعوده ان انا بعمل كريب والحاجات دي عادي بيطلع طعمها حلو. الفكره اللي بعد كده هنعمل الفلافل في البيت. طبعا موضوع الزيوت دلوقتي بقى يعني عليه خلاف، وما افتكرش ان يعني كل الناس بتستخدم الزيت اللي هو مية مية يعني في المطاعم، الله اعلم برضو. وفي نفس الوقت كمان سعرها بقى غالي قوي بره، والافضل ان احنا نعمل الحاجه في البيت عشان نبقى مطمنين وعاملين الحاجه واحنا واثقين ان هي تمام. الفول ده انا بليته من بالليل، وتاني يوم الصبح غسلته كويس جدا وصفيته، وابتديت حطيت عليه ده فصين توم. والبصل ده انا كنت مفرزاه زي ما قلت لكم، عشان لو حبيت ان انا جات لي الفكره وعايزه اعمل مثلا مش هستنى بقى حد يجيب لي، فببقى حاطه الحاجه كده بطلعها من الفريزر. وبحط كمان لو عندك شبت، لو عندك كزبره، بصلايه عادي من اللي هي البصل اللي بنطبخ بيه، قرن فلفل اخضر. انا حطيت الحاجات دي كلها لان انا بحب الفلافل تكون محطوط عليها الحاجات دي، بتدي طعم حلو قوي وجميل. الكبه معاكي لو ما اشتغلتش كويس هتحطي شويه ميه صغيرين جدا، وبعد كده هتحطي الفلافل في مصفى كده، هتبدا تصفي الميه بتاعتها. لو فكت منك فرضا برضو هتحطي ممكن معلقه دقيق هتمسك معاكي. لما ببدا ان انا استخدمها بحط عليها ايه، طبعا انا بشيلها، ولما بطلعها بضربها ضربتين تاني في الخلاط عشان خاطر تبدا تنفش معايا، او في الكبه يعني، وتبدا تنفش معايا وتبقى حلوه، ما تبقاش اللي هي ايه هابطه، لا تبقى منفوشه. بسيبها بقى تصفي الميه اللي انا حطيتها واي حاجه، وبكيسها في الاكياس. ده عمل اللي ب10 جنيه ده اقل من ربع كيلو، عمل معايا 3 وجبات حلوين قوي وكميتهم كانت حلوه تمام. انا بشيلهم، والكميه اللي انا بركنها على جنب بحط عليها كمون وكزبره ورشه صغيره من الفلفل وكربون بيكنج باودر. دي الحاجات اللي انا بحطها عليه تمام، كمون وكزبره وفلفل وملح وبيكنج باودر، وشويه دقيق صغيرين عشان الميه اللي انا حطيتها عليها وانا بضرب في الكبه تمام. بعد كده بقى بخلطهم كده مع بعض وبحطهم. الكيس اللي هتطلعيه من الفريزر بنضربه في الكبه تاني عشان خاطر ينفش معاكي، وتبقي كأنك عاملاها دلوقتي في نفس ذات اللحظه. طعمها حلو جدا، بتبقى جميله ما بتبقاش وحشه، وبجد بتوفر معاكي كمان حلو قوي. ده كده شكلها بعد ما طلعت. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم وخدتوا منا كده كام فكره للسحور. بصوا دي كده اللي هي المحشيه، انا دي الخلطه ان انا كنت عاملاها البرطمان المنقذ، او ممكن كمان هرسه الشطه بتعمليها بيها، طعمها بيبقى حلو قوي وطعمها بيبقى جميل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك، واستنوني في افكار تانية كتيره جايه ان شاء الله. اشوفكم